إعلامي بحسها مطاطة وضمت كل بني آدم عنده موبايل بكاميرا. الإنسان الذي لم يواكب كل هذا التطور رح دايما يقعد في الخلف. من محاربات المرض الخبيث مرض السرطان. معضلة كبيرة اللي هي مهنة من لا مهنة له. بيميزك المستمع حتى لو ما شافك. أنا مع أنه الطفل يشارك في المشاكل العائلية. أنت بتعيشي الحالة. كنت كل ما بفوت على جسر المكتوم بقول هل رح يجي يوم أنا حشتغل في هذا المكان؟ أهلا وسهلا. سالي توكس اليوم بيستضيف واحدة من نجوم دبي للإعلام، زميلة عزيزة ومن بنات الجزائر اللي بفتخر فيهم، دجا بن فرج، ناجية من تحدي كبير وكاتبة. وأنا سعيدة كتير أن تكون ضيفتي دجا، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سالي، شكرا كتير على الاستضافة. حبيبتي دجا، يعني أنا يعني بسعدني كتير أنك تكوني معي في سالي توكس. أنتي بطريقة مباشرة وغير مباشرة أحد اللي شجعوني وحمسوني جدا إنه سالي ليش ما عندك بودكاست؟ اعملي بودكاست، المكتب موجود والاستوديو موجود. ودايما بس يعني هيك يصير تحديات بالشغل بتذكرك بقول حبيبتي. سبحان الله، كل ما تشوفيني كنت تقولي لي. أنا شوفي، أنا دخلت العالم البودكاست من تقريبا 6 سنين، وبعدين على منصة أوان. وقبلها عملت كتير تدريبات مع كثير من الجهات، يعني سواء في الإمارات أو خارج الإمارات. وحسيت إنه هذا العالم معمول لصحفيين اللي عندهم already background في الصحافة. يعني إحنا فقلت ليه لا، يعني ليه ما بندخل لهذا العالم؟ لأنه إحنا already عنا tools، يعني عنا كل المكونات والمؤهلات وجاهزين. وحسيت إنه في تخوف منا إحنا إنه ندخل في صناعة المحتوى. فكان البودكاست لأنه شوي تقيل، يعني أثقل من مثلا الريلز أو الأشياء اللي عم بتفوت في اليوتيوب. فقلت ليه لا، يعني ليه ما أنا أدخل وبشجع الناس إنها تدخل، وليه نسيب المكان لأشخاص ثانيين بما إنه إحنا ممكن نملي هذا المكان. دايما بيكون في زي تحدي ديبيت إنه الإعلام التقليدي، الإعلام القديم، الإعلام الجديد. أنا دايما بقول صححيني إنه يعني نحن جماعة الإعلام التقليدي اللي بدينا في التلفزيونات، سواء التلفزيون الأردني أو تلفزيون الجزائر، تعلمنا فيهم وكانوا مدارس كبيرة، وخدنا غمار السوشيال ميديا. ما استنينا، يعني في ناس هلأ عم بتفوت. نحن من 2008 مع الفيسبوك أو حتى 2006 مش متأكدة، الانستغرام 2012 و2013. فيعني صار الواحد له حتى هيستوري كبير كمان في السوشيال ميديا. يعني بستغرب الإعلاميين الزملاء اللي بيشتغلوا في قنوات A+ ونجوم كبيرة وبيترفعوا على السوشيال ميديا، بعتبره غلط. أنا في رأيي هو في ناس في عندها تخوف، لأنه لما يكون الموجة كبيرة كتير فأنت بتخافي إنك تروحي على هذيك الموجة، لأنه بتقولي أنا مش لابسة جيدة سوفتاج، يعني طوق النجاة، لأنه أنا خايف. بس أعتقد أنه أي صحفي لازم يكون updated، لأنه زمان قبل ما يدخل الكمبيوتر وكنا على السينوغراف وعلى هذا الإشي الصغير والورقة والتيكرز، وكنا ناخد الناقرة في الراديو ونروح نسجل برا. فكنا متخوفين لما صار في صح كتير صعب. كنا متخوفين لما دخل الكمبيوتر، لما دخل الإنترنت. بس أعتقد أنه الإنسان الذي لم يواكب كل هذا التطور رح دايما يقعد في الخلف، وفي ناس رح تاخد المقدمة. طب ليه ما أنا أجدد من الأدوات اللي عندي وأحاول أني أكون متجدد مواكب، وأستعمل كل المعرفة اللي عندي عشان أعطي كونتنت يليق بنا، أولا كمجتمع عربي، كمجتمع ناطق باللغة العربية، وكإعلاميين، مع أنه أنا ما بحبش الكثير الكلمة، كصحافيين. أنا بحب صحافي، مذيع، مقدم، معد، مصور. صحيح. كلمة إعلامي بحسها مطاطة وضمت كل بني آدم عنده موبايل بكاميرا. صحيح. وهذا كان موجود في فترة زمنية معينة اللي كان لازم فيها الصحفي المواطن يظهر، لأنه كان في أحداث معينة. بس هلأ اختلط الحابل بالنابل، وزي ما قلتي يعني صار أي حد عنده تليفون بيسمي حاله إعلامي، وأي حد راح عمل دورة لمدة 5 أيام صار مذيع.
أعتقد أنه الإنسان لازم يعرف، يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فبعرف أنا وين أدخل، لأنه إحنا عم ندخل على ناس لبيوتهم، عم نعطيهم معلومات. يعني مثل ما كنت أقول أنه مثلا لما سالي بتحط فيديو، في ناس تثق في الأشياء اللي بتقولها سالي، لأنه ما عارفين أنه هي في عندها تجربة كبيرة في المجال، في عندها أولادها هدول كيف طلعوا، وزوجها كذلك من المجال، فأنا بثق في هذا الشخص. لكن الناس الثانيين ما راح أقدر أثق فيهم، ممكن أسمعهم، ممكن أتابعهم، بس صلاحيتهم قصيرة. بس تعرفي، أتمنى يكون كل المتابعين بنفس الوعي الإعلامي تبعك. يعني أنا دايما لما بكون قاعدة في بعض الجلسات سيدات كبار في السن أو صغار شفتوا على الفيسبوك، لا أنا متأكدة من المعلومة، أنا شفتها على السوشيال ميديا. ما بيعرفوا أنه ممكن أي إشاعة تنتشر على السوشيال ميديا بسرعة البرق، مسافة تحطي الخبر، فوتي على المطبخ اعملي كاسة شاي وارجعي بيروح فايرال إذا كان خبر شاذ صحيح. أو ضد المنطق أو ضد الدين أو ضد العرف المتعارف عليه. بتمنى كل حدا إعلامي قوي متين عنده قوة على السوشيال ميديا يفضل يحكي في هذا الموضوع، ما نزهق، لأنه كل طبعاً. يوم بيطلع جيل جديد. يعني حتى سالي الصغيرة بنتي حبيبتي صغنطوطة اللي ما بيعرف، بعتقد كل الناس بتعرف، يعني عمرها 13 سنة. الله يحميها. بتعرفي مع الدراسة بالمدارس الأجنبية بتسمع أمور دينية باللغة الإنجليزية. صحيح. أنا يعني أوكي بعرف الأمور الدينية بس مش مطلعة على مقدمين المحتوى الأجنبي. كتير بحرص إنه لمين بتسمع وشو صحيح. بتسمع وشو بيقولوا وإيش الفكر اللي بيتسرب. لازم الكل ينتبه، ابني وبنتي شو عم يسمعوا، مين صحيح. عم يسمعوا. أنا حاعطيكي مثال بسيط فضلي. جدا. لما كان في وقت الكورونا من وين كنا ناخد الأخبار؟ من إعلام. أنا شخصيا جماعة إعلام رسمي طبعا أكيد. طيب كنا ناخد البيان الأخبار الصحفي هذا كنا نستناه كأنه طيب. فهون سالي لا يصح إلا صحيح. لما بيكون في أخبار ثقيلة جدا، أخبار تهم الوطن أو المواطن، أي إنسان بسيط أو إنسان متعلم أو إنسان في عنده أي شيء بيروح على السورس، على المصدر. فدايما أنا بيقولوا لي التلفزيون رح يروح، الإذاعة رح تروح. لا 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 لا، في وقت الصح أنتوا رح تلجأوا للتلفزيون وللراديو وللمصادر الرسمية. وزي ما شفتي يعني كان في القطار صار في سيارة، لا السيارة لغت القطار ولا القطار لغى السيارة، ولا لغوا الطيارة، والراديو ما لغى التلفزيون، والبودكاست ما لغى. هي كان عندي حلقة عن الذكاء الاصطناعي بتنزل كل خميس، يعني الحلقات الخميس بتنزل الحلقة بيحكي فيها عن مقولة ال AI هياخد دورنا، هياخد دور المذيع، هياخد دور المحرر، هياخد دور الدكتور. طبعا لا، ال AI هياخد دور اللي مش مؤهل AI. صحيح. بس الموظف المؤهل AI دايما دوره موجود. وأنا برأيي الإعلامي لازم يطور أدواته. طبعا. ما يعتبر ال AI هو عبارة عن جوجل بس تو سيرش، لا هو بيساعد في تطوير المحتوى، بيساعد. صحيح. يعني في عندي زميل بيشتغل معانا عامل أغنية كاملة بال AI، يمكن شفتيها. هي مثلا احنا هلا كنا عم نستعمل ChatGPT طبعا، لكن هذا لا يلغي الإنسان، لأنك أنت لما بدك تكتبي مقال أنت لازم زي ما قلتي لازم تكون بصمتك، لازم طريقتك، لازم ستايلك، لازم إحساسك. لما نروح نروي القصص إحنا كصحفيين أوكي ممكن باخد يعني المعلومات الأساسية، لازم هي يكون متأكدة منها من السوق، بس أنا لازم يكون في عندي بصمتي في الموضوع. لأنه حتى أنت لما تكتبي للشات جي بي تي بتقولي له ممكن تكتب بستايل دوجا مثلا، فهو راح يقول لك ستايل الهادئ اللي فيه الأحاسيس، هو راح يعطيك هذا الخاصية. فهو ما راح يستغنى عنك. يعني هو ما راح يستغنى عني، بس أنا فيني أستغنى عنه 100%، لأني أنا أوريدي بكتب. طب إذا جينا لكتابة القصص، هون بدي أروح معاكي لفترة تنذكر ولا تنعاد. دوجا هاي الناعمة الرقيقة هي فايتر ومن محاربات المرض الخبيث، مرض السرطان. إجاها في وقت هو قدر، لكن لله. كان الوقت صعب. كان إجانا قاسم الصغير الحلو بعد زواجك بفترة من صديقنا العزيز باسل، بنوجه له تحية ولعائلته كلهم. شكراً. يعني ولوالدته السيدة عبلة كمان بوجه لها تحية. شكرا. في هاي المرحلة أصبتي بهذا المرض، احكي لي شو اللي صار. يعني شو حقول لك،
لا زالت الغصة موجودة مع الذكرى. حتضل موجودة، ما رح تروح. إنسانة أخذتها الدنيا ومبسوطة بحالها ومبسوطة بابنها وزوجها وشغلها اللي بتحبه كتير، وفترة من الفترات بيجيك انذار من عند الله سبحانه عز وجل إنه اصحي، في شغلات تانية أنت مش عطيتها أهمية. فترة صعبة لكن امتحان ومحنة، وأنا حولتها لمنحة لأنه غيرت لي كل حياتي وعرفتني بحالي، عرفتني بقدراتي، عرفتني بالناس، عرفتني بالأولويات في الحياة. السرطان عرفني على الأولويات في الحياة. شو أهم الأولويات اللي حسيتي فيها من بعد التجربة؟ أنت وما بعدك الطوفان. أنت يس. أنت الأساس في الأسرة هي الأم طبعا، وإحنا كأمهات دايما ننسى حالنا بكل الأمور يعني البسيطة الروتينية في الحياة، ودايما تفضلي الإنسان الموجود معك على حالك، بس إذا أنت وقعتي مين راح يشيل هذاك الإنسان؟ صحيح. فأنت الأساس. ما كانتش التجربة سهلة. بفترة من الفترات كنتي على رأس عملك وفي دوامك وبتقدمي إنتاجك الحلو، حاطة هالباروكة، ما حدا داري عنك حتى زملائك. الكيماوي ما كانش سهل، كنتي تضطري أحيانا سوري منكم يعني استفراغ، تعب، بكاء، ألم، تفوتي على الريستروم تروقي أمورك وترجعي. كيف كانت هاي المرحلة؟ وليه ما حكيتي لحدا؟ ليه؟ لأنه أنا إنسانة بحب الشغل. أنا دخلت الإعلام مش بمحض الصدفة. يعني أنا كان بدي أدخل الإعلام، والإذاعة بلشتها في 96 في مدينتي في سطيف، ودخلت وعملت إذاعة والأخبار وكل هاي الأمور. فما كان بدي إنه أكون ضعيفة، لأنه الميكروفون هو اللي كان السلاح والشغل هو اللي كان السلاح. أنا كنت في الشغل 8 ساعات بنسى إنه أنا تعبانة، بالرغم من إني زي ما قلتي كنت بروح أستفرغ وهيك، بس لا أنا قدام ميكروفون إنسانة أخرى، بنسى كل شيء، بنسى حالي، بنسى كل الأمور، وبكون إنسانة في عندها جمهور عم يسمعها وبيحب صوتها وبيحب طريقتها، فهي لازم تعطيله الإشي اللي هو يستنى فيه. الشغل هو اللي ساعدني في هذيك المرحلة. أنا لو ما كنتش بشتغل ما كنتش حفوت كل هاي الأمور، بالعكس تحديت نفسي وتحديت الوضع والمرض، وكانت أكثر مرحلة أنا أنتجت فيها هي مرحلة الكيماوي ومرحلة العلاج. مفارقة غريبة. هي أكثر مرحلة أنا انتجت فيها، وعملت فيها برامج وعملت فيها فيتشرات وطلعت وقابلت فيها ناس وحتى صوتي كان صوت مختلف جدا. يعني كنت برا يكون في صوت، بدخل على المايك بيكون صوت آخر. ما شاء الله. ما بعرف يعني يلا تنذكر ولا تنعاد؟ لا الحمد لله بس كيف كان السبورت الأسري في هذيك الفترة؟ أهم سبورت أنا زوجي فلسطيني من زينة شباب فلسطين. الله يسلمك. شاب خلوق طيب حنون. فكان كتير محتوي الموضوع. وطبعا ابني كمان كان كتير مساعد، قاسم كتير ساعد في الموضوع، وكل الناس اللي كانت محيطة فيني كلها كانت موجودة في هذيك الفترة. يعني تصور رسالي إنه كان في زملاء من التلفزيون الجزائري طبعا راحوا لكل أصقاع الأرض. يعني في كل القنوات كانوا بيتصلوا، كانوا بيطمنوا. وكان في الفيسبوك كان كتير مساعدني، لأني كنت بكتب يومياتي مع العلاج ومع المرض، وكيف كان بدي أغير الصورة النمطية للسرطان وتعطي أمل. هذا اللي كان الإصابة مش معناها الوفاة. لأنه كل الناس كانوا بيقولوا المرض الخبيث، المرض اللي هيك. طب خلص سرطان اتس اوكي، ليه بتقول لي مرض خبيث؟ ليه تقول لي اللي ما عندوش اسم؟ هو عنده اسم اوريدي. اللي ما يتسماش احنا بنقول المرض هداكة. أنا أول مرة أتشجع وأقول الاسم بس عشان عم بعمل برنامج. لا ما هو سرطان اتس اوكي، راح نتبع بروتوكول وراح نشفى، وإذا مش فيناش المهم إنه عملنا جورني وتركنا أثر. اوصفي لي حالتك بعد ما تشخصتي بالمرض، بس عرفتي لما الدكتورة أو الدكتور قالوا لك؟ طبعا مصدومة منهارة. أول شيء فكرت في قاسم، وبعدين خلص يعني I have to go through this. يعني تاني يوم رحت على الشغل وعملت نشرة أخبار
خلصتها، وقبل ما أدخل على استوديو بكيت ومسحت دموعي وقلت النشرة وطلعت عادي وخلص. هاي دايما أنا بقولها. شوفي سالي، أنا فلسفتي في الحياة، أنا صار لي 25 سنة عم بعمل أخبار وبحب الأخبار، وحياتي هي أخبار، حياتي نشرة أخبار، خبر عاجل، بعدين خبر بيصير عنده ساعة ساعتين 12 ساعة، ممكن يكون يطلع خبر رئيسي، وبعدين بيصير خبر ثانوي، وبعدين بيصير خبر خلاص قديم فات عليه 24 ساعة، خلاص ما بننزله على النشر. شو بعمل له؟ بحطه في الأرشيف. هي حياتي، هي يومياتي، أنا هيك بتعامل مع المواضيع. حتى في المشاكل الكبيرة اللي بتصير معي في الحياة أنا بعيش اللحظة. يعني لما ببكي، لما بنبسط، لما بكره، لما بحب، بعيش الفترة هذيك بكل تفاصيلها، عشان بعدين لما برجع لها بضحك عليها. أنا هي الفلسفة. قدرة مهولة ورائعة. وعلى فكرة ما فيها دينايل، انت بتعيشي الحالة يعني. صح. لما تعبتي بكيتي، لما زعلتي طبعا. لكن خلاص انتفاضة ويلا أكمل. وأكمل. وأعتقد أنه باسل ساعدني في الموضوع. كل فلسطيني بعيش كل هاي المصاعب اللي في الحياة يوميا هو في صراع، وبعدين بتلاقيه بيطلع بالليل يسهر أو بيأكل أكلة حلوة وبيستلذ. فأنا كانت مفارقة في حياتي إنه كيف قادرين، بس لما عشت معاهم وشاركتهم في تفاصيل حياتهم وتفاصيل تاريخهم، كيف عاشوا وكيف سابوا البلد وكيف كل هاي الأمور، بعدين قلت واو، يعني هي ما كانش سهل. هو مش سهل، بس هي فلسفة الحياة. كل شيء بيفوق، كل مر سيمر. كل مر سيمر. صح. هي. طب مش صعب نحكي عن باسل وما نحكي كيف تعرفتي على باسل الجزائرية الحسناء؟ جاءت من الجزائر إلى دبي. هنحكي عن رحلة الصعود المهني هون في دبي بعد النجاح في الجزائر. جيتي من أجل فرصة عمل حلوة. صحيح. والحمد لله حصلتي على فرصة عمل وزوج طيب وكريم إن شاء الله يا ربي. الله يديم عليكم. باسل تعرفت عليه في شغلي الثاني. أوكي. بعد تقريبا أنا إجيت 2007، تعرفت على باسل في 2000 وآخر 2009. تعرفنا على بعض في الشغل، كنا بنشتغل مع بعض. هو كان مهندس وأنا كنت محررة ومعدة برامج وأخبار في قناة الشروق السودانية. أيوة. اشتغلنا مع بعض وتعرفنا على بعض. وأول ما اتصلت بأهلي قلت لهم في شاب بده يتزوجني، بيقولوا لي شو جنسيته؟ ما أنت في دبي كل جنسيات العالم. قلت لهم فلسطيني. قالوا لي اتكلي على الله. ما شاء الله. على طول بدون اعتراض. والحمد لله تزوجنا وجبنا قاسم ومستمرين إن شاء الله. أي سنة تزوجنا في 2011 وعملنا عرسنا هون في دبي. و2012 انولد قاسم. ما شاء الله. ما شاء الحمد الله. لله. إن شاء الله العمر كله دايما إن شاء الله يا رب. الشعب الفلسطيني اللي هو يعني شعب يناضل من أجل إثبات الوجود على الأقل مبدئيا، بالإضافة لكل التحديات اللي بيمر فيها، والله يا ربي يهدي البال والحال في غزة وفي سائر عموم فلسطين. شعب ما بنقدر نقول قاسي، ولكن ظروف الحياة بتخليه قوي. صحيح. يعني مش شعب طري، شعب صحيح. قاسي ناشف. الشعب الجزائري ذات الشيء طبعا. الشعب الجزائري يعني دمه حار، طيب جدا، لكن هو بيحكي بتفتكره يعني معصب أو هو دمه بيغلي. تفهميش ليه؟ هو هيك. كيف كان الالتقاء؟ كيف شايفة الثقافة الجزائرية مع الفلسطينية؟ إلى أي مدى شايفة انصهار هذول الثقافتين تحت بيت واحد إيجابي لقاسم؟ والله فيني أقول لك إنه الثقافة الفلسطينية طغت على الجزائرية. ما شاء الله. وبقولها بكل فخر وبعترف لأنه أنا حبيت الكونسبت، يعني حبيته هيك الموضوع كله. كنت كتير مرتاحة معه. فبالعكس يعني متفقين
تقريبا نفس العادات. في أشياء حسستك؟ مثلا أنا معظم أصدقائنا الجزائريين لما بعزمهم عنا على الغداء بيستغربوا كيف نطبخ اللحمة في اللبن مثلا. ما هي طبعا في الأول كانت فيها شوي. في الأول كان في هاي المواضيع، بس الله يرحمه حماي كان هو اللي علمني الطبخ الفلسطيني، مقلوبة، منسف، كل هاي الأمور. بعدين خلص صار إشي عادي، بالعكس يعني زي ما بقول لك، يعني إحنا في البيت إحنا بيت فلسطيني. يعني كل ثقافتنا فلسطينية، ديكورنا فلسطيني، ديكورنا فلسطيني، يعني غراضنا فلسطيني. يعني حتى أنا صرت لما بطلع لأي إيفنت بلبس الثوب الفلسطيني بكل فخر. بالعكس احنا بنتشرف كمان شكراً. لما تلبسي. دجى، عملك في لا قبل ما نحكي عن العمل، دجى بالنسبة لقاسم كيف قدرتي تناديه وتقولي له ماما أنا يعني مصابة بالمرض بعمره بهداك الوقت؟ كيف قدرتي تحكي له؟ كنتي أنت وباسل مع بعض؟ كنتي لحالك؟ كيف مشيتي في هذا الموضوع؟ أنا إنسانة كتير صريحة، يعني ما بعرف أكذب، حتى في المواضيع جدا حساسة في حياتي بقولها. ما عندي إشي مش بخاف منه أو لا، ما عندي إشي استحي منه. إنه أنا هذا الإشي صابني من الله سبحانه عز وجل، وهذا الولد ضحية، يعني هو الضحية الأولى في الموضوع، يعني هو وباسل. فقاسم شاف التغيير وكان لازم نحكي، يعني خاصة لما أنا قصيت شعري، فكان لازم إنه هذا الولد يعرف هي أمه شو مالها. وهو كان صغير في عمره، يعني تقريبا راح يكون في عمره 4 سنين، وبلش يفهم إنه في إشي مش كويس في البيت، يعني في تغيير. وبالعكس تفهم الموضوع، وزي ما كتبت أنا في الكتاب إنه هو راح دور على مسلسل في نتفليكس وشافه وفهم إنه في مرض لازم يعالج عشان يروح وهيك. وحتى هقول لك إشي، هذا كتير إحنا تناقشنا في هذا الموضوع. أنا مع إنه الطفل يشارك في المشاكل العائلية. صار موضوع في البيت لازم الولد يكون عارف، ما يكونش زي الأطرش في الزفة، إنه مثلا الوالد مثلا سمح الله فقد شغله فهيصير تغييرات هيشعر فيها الولد. وإحنا مضطرين إنه نقص المصروف، أو إنه نغير بيت، أو إنه مثلا نسافر على بلد آخر. مش هخلي الولد لآخر لحظة وبقول له تعالى لما هدومك إحنا رايحين. لازم أجهزه. صح. وزي ما أنا أعتقد إنه أنا ممكن أكون صح ولا غلط، بس مرات أنت كشخص كبير ناضج في أمور بتوه عنك بتكون موجودة عند هذاك الولد الصغير، يعني هو اللي ممكن يعطيك حل. معقول وهو صغير قدر يساعدك؟ هو اللي حيعطي الحل، لأنه بريء بتعامل بالفطرة. ما هي كتير مرات، يعني إحنا مرات بنقول لأولادنا ما بيفهموا، ما عندهمش مثلا شو بيعرفوا، ليش بدي أفوتوا بهيك قصص. بس والله خاصة هذا الجيل سالي ممكن تشوفيها مع أولادك، بيفهموا في كتير أمور وبياخدوا الأمور ببساطة مقارنة لأن إحنا اللي بنكبر المواضيع ورح يصير، وهو بياخدها ببساطة ويكون هو صح. يعني هي الفكرة رائعة، خصوصا إذا حكيتيها في الأمور الملمات الكبيرة اللي الولد هيعرفها. أهل مرضى، من غير شر حدا توفى، طبعاً. حدا خسر شغله، أوريدي هتنعكس عليه ورح يعرفها. صحيح، لازم يعرفها. صحيح. أما الخلافات زوج وزوجة بينهم خلافات أو صاير أي خلافات، حرام إنه ندخلوا فيها حتى ما يتأثر. لا طبعا، بس إذا صار في بعد هاي الخلافات رح يكون إشي ميجر لا قدر الله كمان لازم هو يكون عارف. كتبتي وقتها وأخيرا وجدت أمي. كانت مهداة منك، يمكن هي مش بس لقاسم، لكل طفل مامته بتمر بهاي المحنة. الله يخلي كل الأمهات لكل الأولاد، واللي يعني انتصر عليها السرطان، واللي عائلات بتمر بهاي الظروف. كيف كتبتي القصة؟ أنا عارفة أنه هي كانت مجموعة قصص. هي كانت مجموعة قصص وأنا كتبتها وأنا بتعالج، وبعدين في فترة من الفترات جاني البلاك أوت، خلص ما بديش أحكي لا على الموضوع ولا أكتب في الموضوع. وباسل قال طب ليه صغريها، يعني اكتبي للأطفال، ورح يكون كتير مهم أنك يكون الطفل هو محور الموضوع. وصحيح يعني أخيرا وجدت أمي يعتبر وصفة للعلاج، لأنه هو بيشرح لك أنه ممكن هذا الطفل هو اللي رح يعطيك الأمل في الحياة. لأنه إحنا ليه عايشين سالي؟ عشان أولادنا، مو 100%. ليه نشتغل؟ مش عشان مصلحتهم. صحيح. طب هذا الطفل هو اللي رح يطلعك. وهيك كانت، لأنه القصة بتحكي على المرض من وجهة نظر قاسم، مش من وجهة نظر الأم. هو كيف شاف التغييرات والارتباك وكل هاي الأمور. فحتى الناس اللي بيقروا القصة بيحسوا حالهم فيها، لأنهم
في أشياء داخلنا إحنا ما بنعرف نطلعها. يعني ممكن إنك تروحي مثلا على دكتور أو بتعملي بودكاست تحكي فيه وتفضي فهي كانت هيك الكتابة. أنا بالنسبة لي كانت علاج. كنت كتبتي من قبل يعني ولا كانت هاي البداية؟ لا هي البداية. أنا بكتب شغلات هيك خفيفة، مثلا بعمل مقال في مجلة أو في صحيفة أو أوكي عندي، بس إني أكتب. بس هي أول كتابة، هي أول تصدر كتابة في إصدار لا. رسمي مؤلف رسمي. طب ومجموعة القصص القصيرة شو صار والله فيها؟ إن شاء الله ما بعرف ليه عم تتأخر. أنا مش عارفة، في حكمة. جاهزة للنشر؟ هي جاهزة بس أنا جاهزة. يلا زي ما شجعتيني على البودكاست رح أضل أزن عليك إن شاء الله تنجزيها. إمتى حسيتي عندك في حياتك موهبة الكتابة؟ والله من وأنا صغيرة. أيوة. أنا كنت بديت بالجورنالينج، إني أكتب يومياتي. وبحب أكتب، بحب كتير أكتب. فمن وأنا صغيرة وأنا بكتب وأنا بقرأ، يعني إنسانة قارئة نهمة جدا من صغري وأنا بقرأ. وكان الفضل طبعا للمدرسة وللأساتذة. كان في عنا أستاذة لغة فرنسية هي اللي كانت تشجعني على القراءة. فمن هذاك الوقت وأنا بقرأ وبكتب وبحب. يعني لليوم أنا مثلا لما بدي أكتب ما بكتب على الكمبيوتر، أنا بكتب بإيدي. إنه ما بحس. بعدين بتحوليه على اللابتوب لحتى ينتشر على اللابتوب يا بس لما بكتب يعني حتى اليوم لما بكتب أي مقال أو أي إشي مثلا تكون في عندي برومو أو في عندي تدريب whatever بكتبه بإيدي وبعدين بنقله على في ما بعرف ذبذبات القلم. بحب لما إيدي بيصير فيها قلم. ما بعرف. قلتي لي إنه أنت بتحبي الإعلام، أنت رحتي باتجاه الإعلام، مش حدا اختارك للإعلام. صحيح. احكي لي عن الرحلة اللي ودتك للإعلام. شو كانت دراستك الجامعية والمدرسية؟ كيف كانت؟ من أي مدينة أنت؟ احكي لنا عن طفولتك. أنا من مدينة سطيف في الشرق الجزائري. هي تسمى مدينة الهضاب العليا. مدينة جدا جميلة. وكنت بحكي كتير ثرثارة في البيت. مذيعة وبدخل في المواضيع وبحكي وما عنديش مشكلة في الحكي. بعد ما أخذت البكالوريا اتجهت لدراسة الإعلام. عندي ليسانس في الإعلام والاتصال. تخرجت في سنة 2002 عملت ماستر متخصص في الاتصال والعلاقات العامة. آخر 2003 دخلت التلفزيون الجزائري كمعدة تقارير. رحتي للعاصمة؟ رحت للعاصمة. خطوة كبيرة طبعا، من مدينة سطيف للعاصمة. خطوة كبيرة. لا أنا الجامعة درستها في العاصمة كذلك، وبعدين رجعت للمدينة ورجعت للعاصمة مرة تانية. أنا حاسة تحت هذا اللوك الهادي في شخص جريء ومغامر. طبعا. يعني أنا دخلت على التلفزيون بعلاقات، يعني ما كانش صدفة، كان في علاقات، ناس هم اللي يساعدوني إني دخلت. بس فرضت حالي. يعني بعدها بأسبوع أنا طلعت وعملت تقرير وبتذكر إنه في 96 أنا كنت بعمل تربص في إذاعة سطيف. أول ما كتبت تقرير إجا المدير قرأ قال لي شو هذا، ورمالي الورقة إنه مش عاجبه. وأنا كتير زعلت. بس تاني يوم لما رجعت قال النشرة كلها عليكي. واو. وعملت كل النشرة وعطيتها للمذيع عشان يقرأها. قال لا أنا قلت النشرة كلها عليكي كتابة وقراءة. قلت له أنا ولا مرة قعدت في استوديو قال لي لا. قلت له بس أنت البارح رميت الورقة. قال لي لا هذا كان اختبار. وطلعت وقلت النشرة كلها على الهواء. والله هذا بس صاحب فضل يعتبر. يعني عن جد بنوجه له تحية. يعني بلشت هيك وبعدين اشتغلت في التلفزيون. 2006 فكرت في الهجرة. في دافع معين؟ حسيت حالي إنه أنا عم بعيد نفسي. يعني عم بعيد نفسي في الأشياء اللي أنا عملت كل شيء. يعني قابلت وزراء، قابلت شخصيات كتير معروفة في الجزائر، عملت كل التقارير اللي ممكن تخطر لك في بالك. فحسيت إنه لا أنا ما بدي هذا، أنا بدي إشي تاني. أنا في عندي طموح آخر وبدي أروح. لماذا دبي؟ كنت رايحة كندا. وبعدين قلت لا باردة كتير. يا الله. وكنت بشوف تلفزيون دبي وكنت بسمع أشعار فزاع اللي أنا بعشقها وبحبها كتير. وبلشت أهتم بالثقافة العربية وبهتم بدبي. فشو صرت أعمل؟ أنا كنت بشتغل بفرنسي، فكنت نفس التقارير اللي بروح بعملهم بالفرنسي
أترجمهم بالعربي وباخدهم للقناة الرسمية عندنا في التلفزيون وبينعرضوا في نشرة 8. فكأني عملت هيك اكسرسايز، يعني بلشت أجهز حالي. وبهي التقارير وفي تقارير أخرى أنا عملتها يعني كنت مجهزة حالي فيها، هي اللي ساعدتني إني أقدم نفسي في إعلام عربي. وجيت على دبي مغامرة، في ناس ساعدوني كمان، وفي ثالث يوم أنا كنت على رأس عملي. ما شاء الله. كنت على رأس عملي كمعدة أخبار. البداية وين كانت؟ كانت في صانعو القرار. دي أم. كانت في صانعو القرار، اشتغلت معاهم 6 أشهر، وبعدين رحت على قناة الشروق. في أول يوم لبث قناة الشروق أنا عملت لهم 3 تقارير طلعوا على الهواء. في أول يوم دخلت روحي اعملي تقرير، 3 تقارير على طول. ما شاء الله. ومن هون بلش التغيير من قناة لقناة لغاية ما استقريت من 2014 لليوم في إذاعة دبي ونور دبي. ما شاء الله عليكي. شكرا. هلأ يعني تواجدك مع المستمعين في إذاعة نور دبي في دبي للإعلام تواجد محبب، يعني صوتك هادئ الحمد لله. بيميزك المستمع حتى لو ما شافك. كيف بتوصفي تجربتك مع إذاعة دبي؟ أحلى تجربة. دبي الإعلام كان حلم كذلك. كنت كل ما بفوت على جسر المكتوم بقول هل رح يجي يوم أنا حشتغل في هذا المكان؟ والحمد لله حلم متحقق. نوارة من نوارات المكان. شكرا ما شاء من الله. بعدك. شو أجمل البرامج اللي بتحسيها بتستهويكي في الإذاعة؟ شو طبيعة البرامج اللي أنت بتحبي تقدميها؟ أنا بحب البرامج الاجتماعية الثقافية اللي بتمس الإنسان، وبحب قصص الناس. بحب أروي قصص الناس، لأنه بحس إنه مع كل قصة في إشي مني أنا، وفي فايدة وفي خبرة وفي طبعا. فأي إشي إنساني بهم المجتمع محفز، فيه هيك عبرة، فيه قصة يعني إنسانية تلامس إحساس الناس، حتلاقيني أنا هاي بحبها. دجا، يعني بعد هالخبرة الحلوة ما شاء الله والمسيرة رحتي في كتير من القنوات المختلفة، شو بتحسي أسباب اللي خلت بعض القنوات تكبر وتصير قنوات A+، وقنوات للأسف سكرت وقفلت الأبواب وقالت شكرا لموظفيها؟ في كتير أسباب. حنقعد ساعات نحكي يعني لأنه شفت خبرتك كتير كبيرة في كذا قناة. هلا احنا اليوم مثلا في معضلة كبيرة اللي هي مهنة من لا مهنة له. وهذا فعليا احنا عايشينه. لا طبعا 100%. ففي كتير مؤشرات بتقول انه هاي القناة ممكن تكون ناجحة وهي ما تكونش ناجحة. واعتقد انه انا في نظري انه الاهتمام بالمحتوى كتير مهم في اي قناة من القنوات، والاهتمام كذلك بالخبرة الناس الموجودين في القنوات، لأنه هم في عندهم ليجاسي. هدول الناس عارفين المجال، عارفين الصنعة، فخلص بيعرفوا يمشوا معها. فليه أنا ما استغلش خبراتهم عشان أطور وأهتم بالمحتوى؟ لأنه المتفرج بده محتوى جميل ومحتوى هادف. يعني الناس تعبت من التفاهة لأنها موجودة، يعني خلص صارت رائجة. مش هروح على قناة أشوف تفاهة يعني. فأعتقد أنه هذا هو التحدي، أنه أنا لازم أظل على نفس المستوى، أظل أدخل لبيوت الناس بطريقة جدا محترمة، مهنية، إنسانية، تحترم العادات والتقاليد والدين وكل هاي الأشياء. هون الحمد لله يعني إحنا في الإمارات ما عنا هاي المشاكل، لأنه كل القنوات في عندها خارطة طريق عم تمشي فيها وعم تحترم المشاهد وما عم تخل بالعادات والتقاليد. يعني لسه مثلا الإشي العظيم أنا اللي بشوفه في هذه الدولة إنه وزيرة تلبس عباية وتحتها ثوب إماراتي وتطلع في المحافل الدولية وهي لابسة مخور. وهذا إشي جدا عظيم يعني. وأنا قلتها لإحدى الوزيرات وكانت كتير مبسوطة إنه هاي الملاحظة يعني انعطت من عند إنه قمة التطور، بس في تمسك بالجذور، في تمسك. وهذا كتير مهم إنه إحنا ما بنخلي كل هاي الأشياء وبنروح للحداثة اللي مش رح تخدمني. فلازم يكون في توازن، بالانس، دراسة. لأنه إحنا اليوم مثلا نحكي بلغة الأرقام.
فلازم أشوف أنا هذا المستمع وهذا الجمهور. وهون في دبي هي مشكلة كبيرة، لأنه إحنا في عنا جنسيات كثيرة، فأنت عشان تستقطبي كل هاي الجنسيات مشاهد أو مستمع فهي كتير كبير. أنا دايما بقول بالنسبة للقنوات سواء اللي ذكرتيهم أو غيرهم، يعني كتير قنوات سكرت الآن، الحرة، كتير قنوات سكرت. بحس دايما التمويل المعلن الحفاظ على جزء معين من المهنية والمصداقية في منافسة مع الإشي الركيك اللي بيجيب فلوس أكتر. يعني بصراحة فيها تحدي. عشان هيك بحس الهيئات الإعلامية اللي بيقف وراءها مؤسسات كبيرة أو حكومات هي أقدر على المواجهة، لأنه التمويل والحصول على نصيب من كعكة الإعلان إشي كتير مهم في القنوات. لا هي الأشياء اللي هي ممكن نقول إنه ماني وايز مثلا تجارية، وهي الأمور هي في عندها ناس مختصين طبعا. يعني أنا مش مختصة مثلا في الإعلانات، أنا مختصة في المحتوى. صح. أو في خارطة طريق العمل وكل هي الأمور. بس أنا بشوف إنه لأنه أنا من تلفزيون حكومي، يعني أنا خريجة مدرسة الأم اللي هي التلفزيون الجزائري الحكومي، فإحنا تربينا إنه نعرف شو ناخد ونعرف شو ما بناخد وما بنتسرع. المهم عندنا الخبر وليس الخبر العاجل. يعني إحنا لا نهتم إنه نكون أول قناة نقول الخبر قد ما يكون أنا عندي مصداقية الخبر الصحيح. إذا سمعته في قناتي يعني هو صح. هذا هو الصح، هذا هو المهم، وهذا اللي إحنا نمشي فيه في الإمارات. يعني حتى القيادة الرشيدة تمشي بنفس الموضوع، إنه إحنا لما بيكون في خبر أو لما بيكون في أي قرار لازم تاخده من مصدر الموثوق، وهذا هو الأهم. يعني لما ترجعي للوراء بتلاقيه هذا هو الصح. ليه أنا باخد البريكين نيوز وبتسرع وبقول صار وما صار وهو ما صارش 100%. وأصلا يعني في فن إدارة الأزمة إعلاميا نحن بنستشهد بشغلة عملتها دبي، كتير أشياء عملتها يعني الإمارات ودبي، بس وقت حريق البرج هم طلعوا على الهواء قبل القنوات الأخرى طبعا. وبثوا من عين المكان وطلعوا طبعا. لايف. يعني القدرة على إدارة الأزمة الإعلامية كانت رائعة. عم تكوني من ضمن الشخصيات المحببة القديرة في التدريب الإعلامي في مجالاته المختلفة، سواء في الأخبار أو تقديم البرامج أو حتى إعداد التقارير. وإلك تعاون كبير مع نادي دبي للصحافة ومع الفعاليات الكبيرة اللي بتصير. كيف شايفة المشهد الإعلامي بإدارة نادي دبي للصحافة وكيف شايفة التدريب؟ والله أنا نادي دبي للصحافة بعتبره بيتي. لأنه الناس اللي فيه كتير بيحسسوك انك انت في بيتك، وبيحسسوك انه هم عم يخدموكي بكل حب بكل تقدير وبكل امتنان. فأي إشي بيكون موجود في هذا النادي أنا لازم أكون موجودة فيه، لأن بحس انه أنا طرف في هذا الموضوع. والتدريب أنا بالنسبة لي هي زكاة علم. يعني أنا ما باخد أي عائد مادي على أي تدريب بعمله، يعني إلا إذا كان إشي مع شركات خاصة. بس كل الشركات الحكومية أو اللي تابعة للدولة أنا مستحيل أخذ فيها عائد مادي، لأنه هي زكاة علم أنا بعتبرها. فبشارك في إعداد جيل جديد من صناع المحتوى، بشارك في إعطاء بعض النصائح، بعض الإرشادات للناس المهتمين بالبودكاست، الناس اللي بدهم يدخلوا المجال الإعلام. لأنه إحنا كصحفيين عنا 3 عيون مش 2. يعني بنشوف كل شيء، بنشوف زيادة عن اللزوم. بنشوف ونسمع زيادة عن اللزوم. ففي أشياء كتيرة ممكن المواطن البسيط ما راح يشوفها، بس أنا وإنتي حنشوفها. وهذا مزعج مرات، يعني كتير. السماع الكتير والشوفة الكتير. مزعج لإلك ولا الناس اللي بيعيشوا معك؟ كتير مزعج. ما أنت دقيقة الملاحظة، أنا ما بقدر. بس غصب عني. هذا غصب عني. أعتقد هي فطرة وموهبة وتنمى ب يعني أنا تقريبا إحنا دخلنا المجال الإعلامي مع بعض على 96. يعني أعتقد الخبرة التراكمية غصب عنك. يعني شوفي، أنا مستحيل يكون في معي حدا بيشوف معايا برنامج حينزعج، لأنه حبلش أقول الكادر، الديكور، القعدة، الاشي، يعني حيقولي خلص ممكن خلص. أنا أختي سيرين يمكن أنت بتعرفيها، بوجه لها تحية، وهي وراء الكواليس موجودة. مرة عم نحضر أخبار، خبر عاجل مهم جدا،
كل الناس مركزة. أنا في إيش مركزة؟ هم طالعين DTL ولا فونو؟ الSNG من عين المكان ولا جرين سكرين؟ المذيع هو هذا مسجل ولا لايف؟ فقالت لي أنا نفسي أشوفك بتتفرجي على النشرة زي البني أدمين. لا. أنا بتفرج عليها أشوف عشان أشوف. أنا عندي SNG صحيح. في المكتب، فبدي أعرف هم كيف طالعين كيف. بس حلو التدريب، هي مفيدة لأنه أنت لما بيجيكي شخص مثلا خاصة إذا كان خارج المجال هو ما يعرف الخبايا اللي إحنا عم نعملها. يعني هو مش عارف إنه مثلا إنه أنا أطلع نص ساعة هقعد فيها 3 ساعات أو 4 ساعات أو ممكن يوم أو ممكن أعيد التقرير الدقيقتين بتقعدي فيه 3 ساعات. هو مش عارف كل هاي الأمور، هو عنده بالنتيجة النهائية. فهو لما بيجي متحمس وبيعطيني البرودكت وأنا ببلش أفصفص في البرودكت، هو في الأول حيزعل. يعني بيقول لك أنا كل هذا المجهود وإنتي لقيتي فيه خطأ. بعدين لما يروح ويقعد مع حاله حيرجع لكلامك، هيقول صح، هاي الإنسانة معاها حق. وهي صارت معي أنا مؤخرا. كان في شخص أنا أعطيته ملاحظات وبيقول لي ليه يا أستاذة أنا ما نمتش بالليل؟ طب ليه ما نمتش؟ لأنه أنا حسيت إنه في هيك لا أنا حسيت إنه في هيك وأنا حسيت إنه تسرعت كتير وعطيت هذا البرودكت وكان فيني أعطي برودكت تاني. طب تعال نعيد مع بعض، يلا نعيد مع بعض على نفس الملاحظات اللي عملناها وحتشوف النتيجة النهائية كيف حتكون. أنا بفرح كتير لما بشوف المنتج النهائي اللي أنا لما أعطيت الملاحظات هو مشي على نفس الأشياء وهو مقتنع إنه صح، هذا هو الصح. يعني أنا مش قاعدة أألف عليك، أنا عم أقول لك إنه صح، هذا 1 + 1 = 2، هو رح يصير هيك. وبعدين هو رح يقتنع مع الممارسة، مع التغيير، مع كل إشي. هذا اللي يعطيك إياه التدريب. وعلى فكرة إحنا بنعلم الناس ونتعلم منهم 100%. كل دورة تدريبية بتطلعي منها أقوى طبعا مهنيا، لأنك تضاف لك خبرات. التجربة والخطأ والصح بيزيد وبيطري معلوماتك طبعاً. وأصلا هو حلو الواحد يضل يتعلم. يعني أنا بتمنى أني أضل أتعلم حتى طبعاً. ما أوقف عند حد. الخط الواقف الوحيد هو لما القلب يوقف، أما غير هيك دايما صح. صعود ونزول وتعلم. وبعدين التدريب بيهذب النفس. يعني بتعرفي إمتى بتعلي صوتك، إمتى بتعصبي، إمتى بتحتوي الشخص، إمتى بتعطي كل المعلومات، إمتى بتخلي شوي، إمتى بتشدي، إمتى بترخي. كأنك قاعدة في بيتك وعم بتكوني في شخص معك في هذا البيت. لأنه زي ما قلت لهم أنا هاي المرة، قلت لهم أنا صار عندي كتير بيبيز، لأنه كل هاي البرودكت هدول أولادي، ما شاء الله. لأنه أنا شاركت في إعدادهم. لما عملنا على منصة أوان دبي الحلم، أنا تشرفت طبعا، كنت إحدى ضيفاتك. شرف لإلي طبعا. كان يعني تجربة ممتعة وجميلة. عملتي حوالي 40 حلقة وخدتي شخصيات من كافة أطياف المجتمع، من الناس اللي حققت أحلامها في دبي. كيف كان يعني لما شاهدتي على تحقيق 40 حلم في الضيوف؟ أوصفي لي التجربة. دبي الحلم هو أنا. هو دجا اللي اجت في 2007 شايلة شنطة وCV ودقت البواب وحققت أحلامها في دبي. هو أنا، هو كتير من الناس وكتير من الجنسيات، كتير من الناس اللي لسه عم يحلموا في بلدانهم إنهم يجوا يشوفوا برج خليفة ويحضروا عرض النافورة وبيشوفوا هاي البلد اللي تطور، وبيحلموا إنه ممكن يحققوا هاي الأشياء في بلدانهم. فأنا كنت بعيش الحلم مع كل شخصية، وكنت بحب إني أعرف قصص هدول الناس من غير ما أدخل في أمور شخصية جدا. بس أنا اللي بيهمني هي الرحلة، أني أنا أكون معاهم في الرحلة. فكانت تجربة كتير كتير حلوة. وجودك في كتير من المنتديات والملتقيات الإعلامية، بتكوني موجودة طبعا مع زملاء قديرين ونتعلم منهم ومنضيف لهم بيضيفوا لنا، وأيضا بيكون معنا بعض من اللي هم دخلاء المهنة، وحتى بتحسيهم بيجوا قبلنا وبيحجزوا الصفوف الأولى وبيحبوا يكونوا متواجدين في كل مكان. كيف سواء هون على فكرة أو في كل الدول العربية، يعني أنا بحضر في مصر، في الأردن، في الكويت، في سوريا، في كل مكان، كله هذا موجود، وموجود طبعا بكثرة في دبي لأنه أو في الإمارات لأنها بتنظم فعاليات كتير. كيف بتشوفي هدول؟ كيف تتعاملي معاهم؟ كيف تنظري لهم؟ صار معي موقف، كنت بحضر هاي المنتديات بطريقة مستمرة، وبعدين انزعجت من الموضوع فقاطعتها. بعدين لقيت حالي إنه أنا الغلطانة مش هم. أنا لازم أكون موجودة، مش لازم نخلي الساحة فاضية، لا،
القمة تتسع الجميع بالرغم من أنها محدبة، لأن كنا، والشاطر هو اللي يثبت حاله، وفي الأخير لا يصح إلا الصحيح. بيشعر الواحد أحيانا إنه مش هذا مكانه. كل الناس خير وبركة، بس لازم يكون في حد أدنى فكريا. لما أكون بحكي في شيء متخصص للإعلام، بدي أقعد مع شخص ألاقي تلاقي فكري بيني وبينه، مش بس شوفوا ساعتي وشوفوا بلوزتي والعملية التجميل اللي أنا عملتها. بحس إنه هذا مش مكاني. يمكن هذا مكان ممتاز لناس بس مش لإلي. فلسفة أخرى. الرضا والاكتفاء. لما تكوني مكتفية أنت حتملي المكان، مش هو اللي حيمليك، مش بساعتك ومش بلبسك ومش بالماركة، لا، فكرك بسيرتك. سيرة يعني احنا حارتنا ضيقة وبنعرف بعض بس السيرة نحن اللي بنعرفها. ايه بس ونحن اللي بنعرف انه كل ما امام الكاميرا هذا كذب، وانه الحقيقة مش هيك. بس حتى الناس هاي الاشياء كلها هي collaborations صدقيني الناس صارت تعرف ان شاء الله. صدقيني انه الناس بتعرف، والدليل على اللي عم بيصير مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي. ناس فاهمة لما يكون الانسان مكتفي، ورزقكم في السماء وما توعدون. رزقكم بدون و رزقكم في السماء وما توعدون. رزقكم في السماء وما توعدون. هو ما قالش في الأرض لأنه إحنا نمشي في مناكبها، وقال في السماء. فأنت إذا كان في إشي مكتوب لك راح يصير. يعني مرات بيصير في منتدى وأنت ما انعزمتي عليه مثلا، في آخر لحظة بتجيك انفيتيشن وتكوني أنت نجمة هذاك المنتدى. بتصير كتير. هذا رزق. رزق. وانتي اذا كنتي مكتفية حتعرفي انه رح يجي في يوم من الايام. انا بقول الواحد الاعلام مهنة نعمل بها ونعيشها طبعا. يعني الانسان ينتج ويعطي ويعمل. اذا اللي متواجد الان مش شايفه، رح يجي حدا ويشوفه في الوقت الصح. بس ما تترك مكانك. عجبني طارق سكيك، طارق تخيل. انا بسميه طارق تخيل، ما بيزعل، هو عارف اني انا بسميه طارق تخيل. قال لي سالي، اذا القادر يعطي والقادر يحكي واللي كلمته لازم تنسمع ترك المجال، سيحاسب أمام طبعاً الله. طبعا. لأنه أنت بتسيب مكانك. هي أماكن خلايا موجودة، إذا ما عباها صاحب المحتوى القوي صح. وتركها للمحتوى الضعيف، بيكون هو أسهم في نشر المحتوى الضعيف. صحيح. وهذا اللي قلت لك، إحنا صح إحنا من المدرسة القديمة، بس إحنا عم نتعلم، عم بنواكب. يعني ما عم نقول إنه شو جديدك بما أنك بعدك تتعلمي؟ شو هو الجديد؟ ماذا لدينا في الجعبة؟ والله في كتير أشياء. في كتير أشياء إن شاء الله يا رب تتحقق، لأنه لساتني عم بحلم. لسه عم بحلم سربي لنا هيك حلم من هالأحلام. والله هلا ممكن القصص لازم تنشر إن شاء لأنه الله. طولت كتير. وممكن يكون في بودكاست إن شاء الله عن قريب. أهلا وسهلا. الله يسلمك، شكرا. ومهتمة كتير إنه يكون في عندي محتوى للكبار والصغار، عشان حاسة إنه هدول الجيل في عندهم كتير شغلات ما بيعرفوها. يعني فممكن الصغار لوحدهم والكبار لا هو حيكون للكل. بس هو حيكون موجه للفئتين، يعني كبار وصغار، لأنه أنا أي تارجت فيه الأطفال، خاصة الأولاد العرب، لأنه في أشياء كتيرة هم لسه ما عم يعرفوها. ليه دوجا أنت نجمة وراء الميكروفون بس ما عم بشوفك على التلفزيون الشاشة، مع أنك جميلة؟ هلأ المصور كان بيقول ما شاء الله وجهها حلو للكاميرا. ما بعرف، بحس حالي بحب الميكروفون. ممكن أصير أحب الكاميرا. ممكن يعني هلا صرت أظهر. زمان كنت ما بحب أظهر، بس هلا صرت بحب أظهر في الكاميرا. فممكن بيصير في بيناتنا قصة، ما بعرف، إن شاء الله. بنت الجزائر، بلد المليون شهيد، بلد جميل، بلد عربي نفتخر فيه، تراث، تقاليد، عادات، كوزين جميل جدا. يمكن ظالم نفسه إعلاميا، مش يعني إعلاميا مش واصل كتير للمشرق العربي. على إيد نجمات مثلك في العالم العربي، في المشرق العربي صرنا نعرف أكتر عن الجزائر الجميلة. لشو بتشتاقي في الجزائر؟ لكل شيء. كل شيء. أبسط الأمور بشتاق لها في الجزائر. وحلمي إني أعمل إشي في الجزائر. حلمي إني أكون أرجع، مش أكون، لأنه أنا كنت الحمد لله في المشهد الإعلامي.
حلمي إني أرجع للمشهد الإعلامي الجزائري محملة بخبرات كبيرة. حلمي إني هم يستفادوا من هاي الخبرة. بدي أعمل إشي لأنه إشي هيك حاز في قلبي كتير إن شاء الله. أكلتك المفضلة شو بالجزائر؟ أوه الكسكسي. تطبخيه شاطرة؟ نعم بحب الكسكسي كثير، بحب الكسكسي. الكسكسي هو أكلة شعبية بناكلها زي المفتول في بلاد الشام، زي الكسكسي في مصر. بس هو أكلة إحنا بنستعملها في الأفراح والأقراح. يعني عندها دبل فيس. فهي فكرتها كلها على اللمة، التجمع. وتعرفي إنه الجزائر كبيرة يعني، ففي كل منطقة في نوع من الكسكسي وفي نوع من المرق اللي يتابع هذا الكسكسي. مميزاته عندكم في منطقتك في الصيف؟ أنا مميزاته إنه لازم يكون بلحم الغنم وبالخضار اللي هو الخرشوف والبطاطا أو الحمص. بحطوا جزر مرات. هلا صاروا بيحطوا كتير خضار. هلا تطور شوي يعني. حلويات كمان طيب الجزائرية كتير متنوعة وطيبة. والمرأة الجزائرية مرأة شاطرة يعني. طبعا ست بيت. بتحب البيت المرأة الجزائرية. قديه بتروحي على الجزائر؟ كل قديه؟ مرة كل سنتين تقريبا. لازلتي على تواصل مع زملائك في الميديا؟ تصدقي انه زملائي في التلفزيون لليوم احنا على تواصل. ممكن يكونوا هم الجسر والرابط طبعا. اللي يكون لك موطئ قدم وترجعي مرة أخرى إن شاء الله. تقدمي خبراتك. أنا تتلمذت على أكبر الأقلام الصحفية في الجزائر. أكبر المذيعين والصحفيين ورؤساء التحرير وهذول كلهم أنا بفتخر فيهم يعني. أنا التعليم الأساسي كان من الجزائر. أنا لما إجيت على دبي كنت جاهزة. الحمد لله. شو بتشوفي الوصفة اللي بنقدر نقول عليها هذا إعلامي جاهز والفرصة رح تيجي anyway؟ هي شغف. لازم تحب الإشي اللي عم تعمله. يعني مثلا بيقول لك اذهب إلى عملك كأنك تذهب إلى موعد غرامي. أوكي أنا معك، روح الموعد غرامي والبس وتشيك بس لا، هي مش في اللبس والشيك، هي في الشغف. انك انت بتحب هذا الاشي اللي بتعمله، وبتعمله بطريقة انه رح تعطي رسالة للناس بكل احترام، بكل حيادية، بكل احترام، بكل حيادية، بكل مهنية، بكل الاشياء اللي احنا تربينا عليها في بيوتنا قبل ما نتعلمها في مكان عملنا. لانه هي الاساس هو البيت. لانه انت اذا نشأت في بيت فيه كل هاي المقومات راح تظهر للناس بالمقومات اللي أنشأت فيها في بيتك 100%. فإذا حبيت هذا المجال راح تتواصل فيه. في ناس بيقولوا لي دوجا قعدتي 25 سنة وانتي تعملي أخبار. قعدت 25 سنة وأنا بعمل أخبار وفيني أقعد كمان طبعا. لأنه أنا الأخبار بالنسبة متجددة يوميا، متجددة وأنا بحبها. أنا بحب هذا الإشي. فإذا أنت ما بتحب هذا الإشي ما راح تمشي. إذا أنت تدخل from day one وبدك تصير نجم، لا، في ناس قعدوا 50 سنة وما صاروا نجوم، وممكن ضربة حظ بيصير نجم. وبعدين المهم في هاي المهنة مش انك تقابل شخصيات كبيرة او تروح على منتديات او انك تصير عندك كتير فولورز. لا، ما هو انت ممكن تأثر في شخص واحد عايش في مثلا تومبوكتو اللي هي أبعد منطقة في الخريطة. هون أنت خلص حدثت التأثير اللي أنت بدك إياه، لأنه كل شيء زائل، يبقى بس الأثر. يعني كانت رحلة كتير حلوة قضيناها مع بعض. شكراً. بس في مجموعة أسئلة رح أسألك أسئلة سريعة وتعطيني إجابات سريعة، ولو عندك تفصيل كمان حلو. تفضلي. نروح لفقرة أسئلة سريعة وبدها إجابات سريعة، وإذا عندك تفصيل صغير ما في مشكلة. تفضلي. لو رجع فيك الزمن بتختاري الإعلام من جديد؟ طبعا. أصعب موقف صار لك على الهواء؟ نوبة ضحك. كيف تصرفتي؟ ضحكت وكملت. الحياد في الإعلام وهم ولا حقيقة؟ حقيقة؟ يس. يمكن أختلف معك، ما بحس في حياد. بعض المرات يفرض عليك أنك تكوني حيادية. بعض المرات، مش دايما. كلمة واحدة بتوصفي فيها الإعلام العربي اليوم؟ مواكب. الكاريزما قدام الكاميرا موهبة ولا تدريب؟ اثنيناتهم.
في الإعلام تكفينا الموهبة أم نحتاج فيتامين واو الواسطة؟ فيتامين واو. كل صراحة. ليه معظم مذيعين الأخبار بيفشلوا بالسوشيال ميديا؟ لأنهم جديين. جديين كتير. الوصفة اللي ممكن تخلي التلفزيون ما يموت؟ تجدد. لازم يكون متجدد وبيوصل للإنسان. يعني مرة قالت لي ميسون عزام كانوا بيعملوا نشرة الخامسة وكان هاي النشرة هي نشرة إنسانية فيها قضايا إنسانية، وهي النشرة كتير نجحت. لما تمس الإنسان أنت نجحت. وللأسف توقفت. كيف توصفي لي المشهد الإعلامي العربي هلأ؟ كلمات بسيطة منك. الإعلام العربي اليوم مش عم بيحاول إنه يكون منافس، لا، لأنه هو وصل لدرجة معينة من الخبرة، من الجمهور المستهدف، من الطاقات اللي عم تطلع عليه. لسه ممكن إنه الإعلام العربي ما بدوش يدخل للسوشيال ميديا، ومن حقه، لأنه أنا معه. أو ممكن إنه ندخل للسوشيال ميديا بطريقتنا إحنا. ممكن يكون في عنا طريقة أنه نحاول أنه ندخل فيها لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا اللي أنا معه. يعني نكون موجودين إحنا بقوتنا وصلابتنا وبكل المهنية اللي عندنا، وندخل بطريقتنا للإعلام الجديد اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. وأعتقد أنه إحنا ماشيين في هذا المسار، لأنه في بعض القنوات مشيت في السوشيال ميديا بس بطريقتها الخاصة وظلت محترمة، وفي عندها قاعدة جماهيرية، وفي عندها مهنية، وعم تستعمل كل مقومات الإعلام المهني. يعني أنا كتير استمتعت بهاي الرحلة اللي قضيناها مع بعض. تجولنا هيك من الجزائر لدبي للقنوات الأخرى. إن شاء الله تشرفينا في الجزائر. إن شاء أكيد الله. أكيد يسعدني جدا وبتشرف. ودجا أنت دائما مرحب فيكي. شكرا. سعيدة بوجودك. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا كتير لك. وهي كانت فرصة كبيرة أنه أنا بلتقي بسالي اللي بعرفها من 2007 من أول لقاء ما بيناتنا، وأنه اليوم مش أنا المحاور، يعني أنا الضيف. غيرنا هيك شوية. أجمل ضيفة. شكرا 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 كتير لك. أتمنى لك كل التوفيق، وأتمنى أنك تظلي بهاي الحيوية والنشاط والإليجنس. يعني أنت كتير أنيقة في حكيك، في شكلك، في تعاملك مع الناس، في علاقتك الكبيرة مع الصحفيين ومع الجاليات، يعني مع كل الناس. فما شاء الله عليك سالي. شكرا كتير يا دجا. يعطيك العافية. حلو أني أشوف حالي بعيونك هالقد. شكرا كتير. شكرا. كتير انبسطت بوجودكم معنا في سالي توكس اليوم. تابعونا في البودكاست الجاي، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.